السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا بقى فيديو طال انتظاره. احنا مستنيين بقى لنا فترة طويلة، كل شوية اقول هطلع السوق اجيب الحاجة دي اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، اكسل. بس بصراحة اخيرا رحت السوق وجبت الطحال. النهارده الفيديو بتاعنا هنعمل طحال وشوية مكرونة كده بصلصة. بس يعني اللي ما بيحبش الطحال بجد فاته حاجات كتير قوي. الطحال تحفة تحفة. طحال او ممبار او كرشه كوارع، الحاجات دي كلها من الاكلات الحلوه اللي في ناس كتير ما بتحبهاش، بس بجد اللي ما بيحبهاش فاته كتير. تعالوا مع بعض كده نشوف ازاي هنعمل الطحال بطريقه سهله وبسيطه هتعجبكم ان شاء الله، وبجد اللي هيجربه مره عمره ما هيبطل ياكل تاني. بصوا، حبيت اوريكم شكل الطحال برده كده قبل ما اسلقه. بصوا ما شاء الله هو كبير جدا، ونقعني امبارح في ملح وفلفل اسود وشطه وليمون وبصلايه وطماطم زي ما قلت لكم. هنحط بقى الميه على النار تغلي كده. الميه اهي بتغلي، هننزل فيها الطحال. بقى في الميه بصلايه وطماطميه. بجد شكل الطحال تحفه، اللي ما كلش طحال يا جماعه ما كلش. هنحط بقى ايه، احنا طبعا الميه دي كلها هتترمي، هنحط حبهان كده كام واحده. بصوا انا كده كده بحط الحاجات دي، وكده كده الميه هتترمي بس عشان تبقى طعمها حلو. هيشرب من الميه دي بس. ورقتين لورا كده، ورقتين 3 4 يعني. بس هنحط بقى شويه ملح وفلفل اسود وشطه والحاجات التوابل دي. شويه شطه، شويه فلفل اسود. بصوا ناس كتير جدا كلمتني على موضوع الفيديو بتاع الطحال ده، وانا عملته عشان خاطرها. الملح عادي بقى لو كترته كده كده مفيش مشكله، الميه دي كلها هتترمي. بس هنديله تقليبه كده ونسيبه بقى يستوي خالص، وبعد كده ايه هنشوف هنعمل فيه ايه. بس هغطيه بقى بالغطا كده. تعالوا بقى نعمل المكرونه قبل ما يستوي. التانية عشان الكاميرا بصله واحده عشان مش هعمل كيس واحد. ممكن احط بصله كمان عشان ساعات الايه البصل كده خلاص. نبدا نحمره بقى بحته زبده كده حلوه. طب انا بقى بقلق قوي من الموضوع ان انا اقطع الزبده كده بالسكينه بجد، عشان في مره دخلت في ايدي. بس المشكله انا جبتها ورحت حطها في الديب على طول. لا انا خايفه بجد. الحمد لله. مش هحطها بقى المكرونه. مش فاهمه الطحال هو بيعمل كده ليه، الميه عماله تتدلق. لكن شكله بصراحه ايه كمان صغير هيستوي بسرعه. بس عمال يعمل ميه كتيره كده. البصله، الزبده، تعالوا بقى نحط كده ايه شويه زيت برضو، اكيد يعني مش هنعمل كله زبده. بس كده ندي تقريبا كده للبصل.
بقسمات كده هنضربهم في الخلاط طماطمات. نحط شوية مية كده عشان الخلاط يلف. بص على البصلة بتاعت المكرونة. لا بس خلاص كده كانت هتتحرق، بس مش مشكلة، شغالة برضه شغالة. نحط بقى الصلصة الوصفة. نحط لها معلقتين صلصة بقى، حاسة الطماطم مش كتير وانا مش قادرة اضرب تاني بصراحة. هي كيس مكرونة واحد يعني مش كتير. كفاية. بس دي صلصة المكرونة كده خلاص. نحط عليها بقى شوية ملح وفلفل اسود، مش هنكتر. كل مرة اقول مش هنكتر ويطلع كتير، مش فاهمة في ايه بجد. بس كفاية. هنسيبها بقى ايه تسبك خالص وبعد كده نسلق المكرونة. تعالوا نبص على الطحال كده. المية بتاعت المكرونة بتغلي، هنحط شوية ملح. تمام. عادي شوية على الصلصة. نحط كده شوية زيت. هي ما بتحتاجش والله، روجينا ما بتحتاجش، بس دينا ايه بنعمل خلاص. نقلب تقليبه كده بس نسيبها شويه. عايزين نبص على الطحال كده. بص استر يا رب، استر يا رب. كده شكله خلاص. لا فظيع بجد. صدقوا عايزه اكله ني. عايزه اكله وهو مسلوق كده. انا بحبه مسلوق قوي يا جماعه والله. يلا هطلعه بقى ونقطعه. يلا ركزوا معايا ركزوا معايا. انا خايفه. شكله فظيع. سيبه يهدى كده شويه. في ايه؟ هو بيلف لي كده؟ هو في ايه؟ سيبه يهدى شويه وبعد كده ايه نرجع له. استوت؟ لا استوت. كده بقى نصفيها. خطيره. كده خلاص المكرونه. هنزلها في الصلصه بس تقليبه بسيطه كده ونطفي عليها. اللي انا عملته ده بجد شكلها فظيع تحفه بجد. بصوا البصله بتخلي هو في ايه؟ عماله اوقع كده. البصله بتخلي المكرونه بجد فظيعه. انا ما كترتش مكرونه قوي لان انا بحب الطحال بالعيش. طلع رغيفين كده حلوين بلدي اعمرهم. بس تحفه. دقيقتين كده ونطفي عليها. فظيعه. بس مش عارفه حاسه ملحها جه كتير شويه، مش مشكله. حلوه قوي برافو. هاكلها قبل ما نقعد ولا ايه؟ بسم الله. انا بحب بقى
هقطعها حتت صغننه. تمام. مين زيكم، مين اللي زيي بيحبها كده؟ بس نبدا نحط في الطبق عشان ايه، نبدا نحط. ايه ده، في ايه؟ هو انا هاكل بالشوكه والسكينه ولا ايه؟ بجد تحفه. الناس اللي كان نفسها في الطحال وقالوا لي ما روحتيش كلتي ليه، اهو مفيش احسن من الطحال ده. يا سلام يا بنتي يا جيجي، انتي استاذه بجد. بحس ان هي مضايقاني مكعوره كده. يا ريت بقى تكتبوا لي في الكومنتات اللي بيحب الطحال زيي. تصدقوا ان انا بحب الطحال ده اكتر من الكبده، والله العظيم بحبه اكتر من الكبده. مولعه نار، حطيتها في التلاجة وبرده مولعه نار. وبحبها قوي وهي كده مسلوقه. بصوا فظيعه فظيعه بجد، حلوه قوي. ريحه بقى ما يقولكوش، ريحه رهيبه. طب هنكمل بقى ايه مع لوحدنا كده وبعدين نرجع لكم. كده انا خلصت يا جماعه، تحفه بجد. هنروح بقى ايه نحمر. يا رب ما تلوش بس قبل ما ايه ما نقعد ناكل من كتر حبي فيه. اهو الشيء بتاعي دي بقى، بصوا تحفه. تعالوا بقى نروح نحمر اخر خطوه. بصوا بقى نبدا نحمر. زيت على زيت كده يعني ايه، الزيت ده طعمها حلو قوي. عشان ناخد لي حته كده، بجد بحب اكل منها كده، تحفه خطيره. الزيت ده خطير. هدي النار شويه. احنا هنحط زبده فيه لما نخلص. بجد ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ لا لا لا، الطحال ملوش حل. بس الراجل باين عليه ضحك عليا، كان بيقول لي طحال كبير، بس ما حسيتوش كبير قوي كده. تحت الزبده هنا عشان حاسه ان مش كله طيب زبده. ايه رايكم يا جماعه؟ اخر حته انا مش لاقي لها مكان، هاكلها وخلاص. فظيعه بجد. حاول بقى احمره كله.
بصي هنا واخده بد جامد قوي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. شفتوا الطحال طريقته عامله ازاي، سهل وبسيط واحلى من اللحمه، احلى من الكبده. بجد اللي هيجربه هيعجبه جدا. وبعدين احنا لو كلنا لحمه كلنا سمك كلنا فراخ يعني عايزين نغير، فهناكل ايه؟ فعندنا طحال، عندنا ممبار، عندنا كرشه. تعالوا كده نشوف مع بعض الايه الطحال بعد ما خلصناه. الصينيه مولعه نار، بصوا كده تحفه وسعره حلو قوي. يعني سعره اللي عايز حاجه سعرها مريح يعني هيلاقي ان الطحال سعره حلو. بصوا تعالوا اوريكم بقى بقيه الحاجه، بس ركزوا الاول في الطحال كويس. تعالوا اوريكم بقى بقيه الحاجه اللي انا عملتها. هنقرب الكاميرا شويه. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نشوف بقيه الحاجه. بصوا اهي المكرونه اللي انا عملتها وادي الطحال. عايزين نشيل بقى عشان نحط الطحال هنا. دي سلطه. المشكله الصينيه مولعه نار، وانا مش هغرفها لاني لو غرفتها هتبرد. المكرونه كده شويه. بطاطس وقعتها. ايه الغباء بتاعي ده بجد. بس حط كده الشكل يعني معقول شغال، يعني مش 10/10 قوي بس الحاجه دي موجوده.